مربى فريز بطريقة سريعة وبتجنن. أول شي هون عندي كيلو فريز، إذا كانت الحبة صغيرة متل هيك ما في داعي تقطعوها، إذا كانت أكبر من هيك بتقطعوا كل حبة لقسمين أو 3 على حسب حجمها، وبعدها ضفت فوق منّن كاستين من السكر، وحطيتن على نار قوية وعم قلّبن هيك لحد ما ينزّل الفريز المي تبعه ويدوب السكر هيك متل ما إنّا شايفين. وهلأ هون طلعت الزفرة، رح أقيم هي الرغوة يعني الزفرة باقيمها على جنب، وبس قمتوا بتنوصوا الغاز للأخير وضفت رشة خفيفة من ملح الليمون، وكل شوي بتروحوا بتيجوا بتقلبون. أخدوا معي تقريبًا وقت شي ساعة، ساعة وربع، مو أكتر من هيك. وصّلنا لهي الجمادة ولهذا القوام. هلأ بطفّي الغاز وبستناه لحد ما يبرد. شوفوا كيف عندي قوامه بعد ما برد. وأنا اختبرت هون جمادته إنه هيك حطيت شوي بصحن وعملت هيك خط بإيدي. شوفوا شلون الخطين ما رجعوا على بعض. بهي الطريقة فيكن تعرفوا إذا القوام تمام أو مريء. وهيك عبيته بمطربان يكون كتير نضيف ومعقم. وبتحبوا تقدموها مع الجبنة، أنا قطعت الجبنة لهيك أشكال. شوفوا عندي قوام المربى قديشو ممتاز، وعن جد طعمه والله كتير كتير طيب ولا أروع من هيك. فيكن تقدموه مع الجبنة أو مثلا قشطة. أنا حطيت قشطة على خبزة توست وبتحطّوا فوقهم منّا مربى الفريز. عن جد ولا أطيب من هيك. جربوا طريقتي أكيد ما رح تندموا. لو عجبكم فيديو اليوم ما تنسوا تدعموه بلايك.